السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في مسابقة الدوري 7 جولات تفصلنا عن النهاية. هذه واحدة اليسار إلى محاولة الكرة. الهلال يهاجم مبكرا في كرة مقطوعة. الكرة من أمام ميشيل دلغادو، ترجع تمريرة هلالية بتسديدة مرت إلى خارج أرضية الملعب. حلوة الكرة من صالح الشهري إلى خارج أرضية اليمنى إلى ميشيل دلغادو في محاولة، لكن الكرة مقتل جانبية. ومحاولة سابقة الهلال كانت بواسطة ثاني أمام الباطن، قدم كرة اللعب إلى إيغالو في محاولة، لكن المحاولة والتمريرة الأول من جانب الهلال. الآن الكرة تصل لفريقه في تسديدة، لكنها مرت باتجاه حارس المطيف مع كرة اللعب للأمام إلى باتجاه إيغالو. دائما الخطر يكون حينما يكون إيغالو، والخروج بانتصار في طاي. الكرة بعرضية إلى محاولة شيري براسية إلى خارج الملعب. شوفوهم رغم التراجع الدفاعي الكامل بالنسبة لعناصر الباطن، مع ذلك الهلال قلق الفرص. ومن وين؟ من منطقة الجزاء وبالمرة من بسام يلعب كرة في أقصى بسام، ثم الكرة ناصر في تمريرة مقطوعة، لكن الكرة إعادة مرة أخرى. تمريرة ناصر الدوسري الخاطئة من الهلال، يواجه خطر أكبر من المهاجمين. الكرة من المدرب الذي يخالف ذلك هو يخالف طبيعة الهلال. الكرة تلعب على الجهة اليسار إلى عرضية إلى هذه اللقطة اللي صار فيها الاحتكاك واللي طالب حكم بالاستمرارية ما فيها مخالفة، كانت طويلة واصلة باتجاه فييتو. التسديدة من فييتو، جول! هدف أول هلالي. الكرة خادعت مارتن كامبانيا. الهلال يسجل أول أهدافه في المباراة، يولد من جديد في المباراة بعد أن ألغى الحكم بسام يلعب كرة عرضية في أقصى اليسار. الدفاع الهلالي ارتدت من المدافعين في الباطن للأمام. يوسف يلعبها رسالة دفاعية للباطن. الكرة اللعب لعبد الله عطيف، التمريرة ملعوبة للشيري والتسديدة بعيدة من أرضية الملعب. الهلاليين يبحثون عن الحلول. يحاول الهلال، سلمان يلعب كرة في الجهة اليمين إلى إيغالو، لقطة حلوة. في النهاية تمكن الباطن عبر دفاعه وحارس بريرة، عادت للباطن من الفرصة خطيرة. جحفلي تدخل، الكرة ما زالت خطرة. خليفة الدوسري أمنها لحارس الحكم يوقف اللعب للاطمئنان على سلامة اللاعبين في الباطن. فييتو بتمريرة لسلمان الفرج، ثم الكرة إلى فييتو ومباشرة الكرة ثابتة ملعوبة عرضية.